لو بتدوري على أكلة سهلة وبسيطة وكمان جديدة، النهاردة هنعمل ألفريدو تشيكن، وصفة إيطالية خطيرة طعمها يجنن وكلها في حلة واحدة. عندنا بقى بانيه مغسول كويس جدا ومتصفي ومتقطع بسمك 1 سنتي، هنزل عليه بملح وفلفل أسمر وبهارات فراخ ومعلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الكركم، وهقلب بقى الكلام ده كله كويس. وعندنا بقى طاسة فيها مكعبين من الزبدة ومعلقة من الزيت، وأول ما الطاسة تسخن هنزل بقى بالبانيه كده أديله صدمة ياخد لون ذهبي على نار متوسطة. أنا عايزة القطع البانيه تستوي تماما، أنا مش عايزاها نص سوا، بتاخد لون الجلد الخطير ده وطعمها وريحتها تجنن بجد تحفة. هنخلص كل الكمية بالشكل ده، وعندنا بقى مية سخنة ومعلقة من الملح، وهسلق فيها مكرونة فوتوتشيني أو أي نوع من المكرونة. وأول ما تتسلق كده هصفيها واخد المية بتاعتها على جنب. في نفس الطاسة هحط فيها بصلاية مفرومة ومكعب من الزبدة أو أشوحها كده مع معلقتين من الدقيق. وأول ما السمنة تتشرب الدقيق تماما أحط كوباية من الشوربة أو المرقة، وبعد كده أدوبهم تماما على البارد، وكوباية من الحليب وكوباية من المية وشوية جبنة موتزاريلا كده، وأدوبهم على نار هادية لحد ما توصلي للقوام الكريمي ده. انزلي بقى بالمكرونة الفوتوتشيني كده وقلبيها بقى خطيرة. عايزة أقول لكم صوص كريمي ويجنن وطعم المكرونة خطيرة. انزلي عليها بشوية بقدونس كده وقطعي بقى الفراخ واستمتعي بأحلى ألفريدو تشيكن. جربوها تجنن، ولو عجبك الفيديو لايك وشير.